عمرك سألت نفسك ليه شركات الطيران بتستخدم مئات الآلاف وأحيانا أكتر من مليون مسمار برشام ريفت في الطيارة وما بتلحمش الهيكل كله لحام وخلاص؟ المنطقي إن اللحام يبقى أقوى، بس في الطيران الأقوى مش دايما هو الآمن. بص، الطيارة مش قطعة معدن واحدة، دي معمولة من ألواح ألمنيوم رفيعة كتير متجمعة جنب بعض. الريفتس بتربط الألواح دي وبتسمح بحركة مرنة صغيرة جدا ومحسوبة عشان لما الطيارة تدخل في مطبات هوائية الإجهاد يتوزع على الهيكل كله بدل ما يتركز في نقطة واحدة. اللحام بقى بيعمل نقطة صلابة عالية جدًا، ومع الاهتزازات المستمرة أثناء الطيران، ده ممكن يسبب تشققات معدنية خطيرة مع الزمن. وفي عامل أخطر كمان، فرق درجات الحرارة. الطيارة وهي على ارتفاع عالي بتواجه حرارة بتوصل ل-50 درجة مئوية تقريبًا، وترجع لحرارة عالية وهي على الأرض، يعني الهيكل بيتمدد وبينكمش باستمرار. اللحام ده مع التغير ده ممكن يطلع فيه شقوق دقيقة جدًا مع الوقت، لكن الريفت بيتعامل بشكل أفضل مع التمدد والانكماش، عشان هو ربط ميكانيكي مش وصلة صلبة بالكامل. والأذكى بقى إن في نوع خاص اسمه فلاش ريفيتس، ده بيخلّي سطح الطيارة ناعم جدًا كأنه قطعة واحدة. السطح الناعم بيساوي مقاومة هوا أقل، يساوي استهلاك وقود أقل، وممكن يوصل لتوفير ملحوظ في الوقود على مستوى شركات الطيران. فالسؤال بقى دلوقتي، لو أنت مدير شركة طيران تختار اللحام الجامد والّا الريفت المرن الآمن؟ وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد، وشكرًا.